اهلا بيكم في ليله جديده من ليالي العظمه وعظمه. النهارده هنتكلم في 3 مواضيع مهمين جدا واحداث بتتغير. زي ما قلت لك من يومين ان الاهلي كان عاوز موليكا، ولكن الحقيقه الموضوع فشل. ولكن دلوقتي لسه في تجديدات هقول لك عليها دلوقتي، وكمان تجديد في موضوع كهربا. ايه اللي هيحصل لكهربا؟ هيدفع الغرامه ولا مش هيدفع؟ هيتوقف تاني ولا مش هيتوقف؟ هقول لك برده نفس الكلام ده كله. والموضوع الاخير اللي حابب ان انا ابدا بيه قبل ما نتكلم في عظمه النادي الاهلي، قبل ما نتكلم في ازمات نادي الزمالك. يعني للاسف نفسي ان انا اتكلم دايما على الزمالك لفريق اللي بحبه واشجعه واقول عظمه الزمالك، ولكن الفتره الحاليه مفيش اي عظمه غير موجوده في النادي الاهلي اللي بيحقق نجاحات كتيره جدا في كل الالعاب مش في كره القدم بس. علشان كده هبدا حلقه النهارده بموضوع مهم جدا، وهو مجلس إدارة النادي الزمالك ومجلس إدارة النادي الأهلي. الفروق بينهم كبيرة جدا. هل عمرك شفت في حياتك من يوم تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي إنه بيطلع بيرد على ناس بتشتمه، أو بيطلع يتهم الناس بحاجات ويفضل يشهر فيهم او يفضل يتكلم عليهم؟ مفيش. يعني هات لي فيديو واحد ولا تصريح واحد حتى مفبرك يعني يقول لي حصل كذا. لكن ده ما حصلش. ليه؟ لان قيمه كبيره زي كابتن محمود الخطيب عارف قيمته وبيحافظ عليها، وعارف قيمه الكرسي اللي قاعد عليه. وده اللي انا نفسي اشوفه في فريقي وفي ناديه، ان يكون في رئيس نادي عارف قيمه النادي والكرسي اللي قاعد عليه. فده مش موجود من رئيس نادي بيسبب مشاكل لجميع الفرق، مش قادر يحافظ على لعيبته. رئيس نادي معاه شويه ناس مشياها مصالح وسبوبه، سواء في المجلس بتاعه او في القناه اللي قناه الزمالك كلها يعتبر كلها، مش هقول يعني بعض الشباب التانيين اللي بيشتغلوا فيها في اخبار والكلام ده ماشي اعفيهم من الكلام ده. ولكن البرامج الرئيسيه اللي متشافه في قناه الزمالك فيها ناس لا بتفهم في الاعلام، لا بتفهم في الرياضه، لا بتفهم في كره القدم اللي بيتكلموا فيها، ولكن بيفهموا حاجه واحده بس. ايه هي يا سيدي؟ قول لي ايه هي؟ ان هم يطلعوا يرددوا كلام مرتضى منصور، وان هم يشتموا في محمود الخطيب ويشتموا في رموز النادي الاهلي ويتهموا الناس بالباطل زي ما بنشوف مرتضى منصور. فهو تحس اللي هو واخدين سكريبت هنقول كذا وكذا وشويه جرافطات طالعين وبيهز راسهم وبس. مرتضى منصور يطلع يتكلم بالساعتين، ولكن بيكلم معيز، بيكلم خرفان، بيكلم ناس هو اللي بيسوقهم، وفي اخر اليوم يمشوا معاهم السبوبه والسكمنس. ولكن هم ناس لا يمثلوا من وجهه نظري وبالنسبه لي لا قناه النادي الزمالك، اللي بالنسبه لي برضو نفسي ان قناه الزمالك تتقفل بسبب اللي بيحصل فيها، واللي بتضر اوقات كتيره جدا الفريق اللي احنا شايفينه دلوقتي بقى مهلهل، وبقى في مشاكل كتير من خروج اسامه نبيه واحمد عبد المقصود ومش عارف ايه، والتغيرات ولاعيبه عامله عارفش ايه عصابه وجوه، ولاعيبه مش قادره انها تحس بقيمه التيشيرت. ما هو برضو سؤال، ازاي لاعب جوه نادي الزمالك او جوه النادي الاهلي عاوزه يحس بقيمه التيشيرت والنادي اللي بيلعب فيه، ورئيس النادي بتاعه هو نفسه اللي بيقلل منهم، هو نفسه اللي بيقلل من قيمه النادي؟ هل شفت كابتن محمود الخطيب بيقلل؟ لا بالعكس، كابتن محمود الخطيب قافل وشغال بالمجلس بتاعه، والمجلس بتاعه بيشتغل لصالح حاجه واحده بس. هي ايه؟ هي النادي الاهلي، هي منظومه النادي الاهلي. فالواحد برضو بالكلمتين اللي بقولهم دول هلاقي واحد زملكاوي داخل يشتمني كالعاده، ولكن لما انا بتكلم في حاجه ضد الزمالك ضد الاهلي، فبلاقي الزملكاويه الله بتقول كلام حلو. بس انا بتكلم في الحق يا حبيبي. لما اشوف حاجه قدامي غلط ما ينفعش ان انا اسكت عليها، ما ينفعش ان انا ابقى ماشي بطبل وبس. الاهلي بيبقى فيه سلبيات والزمالك فيه سلبيات بس اكتر، واي مكان طبيعي فيه سلبيات، بس المهم ان الناس عارفه ايه سلبياتها وبيشتغلوا عليها. مستحيل تلاقي شركه ما بتغلطش، لا لازم تغلط ولازم الاسهم بتاعها بتنزل وهتلاقي فيها مشاكل. ولكن النجاح ان انا اتعلم. هل فريق السله بتاع الاهلي من كام سنه لو كنا رجعنا كنا هنلاقي بنفس القوه اللي موجوده دلوقتي؟ لا، ماليش دعوه بقى الاهلي خد اجوستي، خد مش عارف مين، جاب مين، الراجل دعم والراجل يشتغل، ماليش دعوه انا جبت مين ولا ما جبتش مين. انا معايا فلوس قدرت ان احطها في استثمار صح للفرق اللي عندي، سواء في الطايره او في اليد او في السله
او في كرة القدم، اللي هقول لك بقى دلوقتي الحوار على كهربا ايه، والفلوس هيبدأ الاهلي يدفعها ازاي او هتمشي ازاي. ولكن دي كانت يعني جزئية حابب ان انا ابدا بيها الحلقة، لان زعلان وقلبي محروق جدا على الفريق والزمالك، اللي انا النادي اللي بحبه وبشجعه، واتمنى في يوم من الايام ان الحال يتصلح. ولكن انا شايف ان الحال مش هيتصلح طول ما مرتضى منصور موجود. دايما مرتضى منصور طول ما هو موجود في الزمالك موسم يجيب لك شويه لعيبه ياخدوا بطوله دوري، ياخدوا كاس، مش عارف ايه، يا عم خدوا دوري، وبعد البطوله بعد خلاص السنه اللي بعدها يروح ممشي كل اللعيبه دي ويسرحهم ويبدا يشتم في المدربين زي ما بيحصل مع فريرة زمان، ويجيب لعيبه تانية في نص الجدول ويقول لك اصل احنا داخلين على سواد سواد سواد. ولكن الكلام ده ما بيحصلش في الاهلي، لان الاهلي منظومه. اما الزمالك مع مرتضى منصور عزبه زي ما بنقول، يعني زي ما الناس بتقول او جمهور الاهلي بيقول، فجمهور الاهلي مش غلطان في الحته دي، لا هو فعلا عزبه طول ما مرتضى منصور موجود. ولكن نادي الزمالك قيمه كبيره لازم ان احنا نحترمها، ولازم ان يكون الناس اللي موجوده حاسه بقيمه النادي، مش ماشيه مصالح وعلشان الاعضاء ينتخبوني فلازم ان انا اخدمهم واعمل لهم حاجات من جوه علشان في الانتخابات اكسب واخسر في النهايه كل الفرق الجماعيه اللي بتجيب بطولات للنادي، عكس النادي الاهلي اللي بيجيب بطولات وبيرضي الجمعيه العموميه وكل حاجه هناك ماشيه مظبوط. في سلبيات ولكن بتتصلح، وهو ده اللي بتمنى نشوفه في نادي الزمالك. اما بقى بالنسبه للموضوع الثاني وكهربا، سيب بقى مونيكا نختم بيه حلقتنا. ولكن كهربا، الازمه بتاع الكهربا ايه هي؟ ان كهربا يدفع، كهربا هيلعب، كهربا هيكون هو مهاجم النادي الاهلي. من وجهه نظري واللي انا شايفه ان الاهلي بيدور على مهاجم، بيدور انه يجيب صفقه كبيره. طب الصفقه الكبيره ديت هل كهربا هيكون موجود فيها؟ يعني الاهلي يسهل ويدفع مثلا مع كهربا جزء من الفلوس، ولا يدفع له فلوس علشان كهربا يكون متواجد، مع ان الاهلي كمان عاوز يجيب صفقه تاني افريقيه؟ هقول لك دلوقتي نقطه كهربا الاول، والصفقه الافريقيه هقول لك برضو ايه النقطه بتاعتها هيحصل فيها ايه. بالنسبه لكهربا فالاهلي بيفكر بجديه دلوقتي انه ممكن بشكل كبير يدفع الغرامه كلها. يدفع ايه؟ قول لي غرامه كلها. دي من مصادري، ده عرفت الكلام ده من مصادري، والناس يعني الحقيقه لما عرفت الخبر ده انا كنت عارف من بعد مباراه سموحه ان الاهلي هيفكر في الكلام ده، ولكن بشروط. ايه هي الشروط؟ ان الاهلي لو دفع كل الغرامه بتاع الكهرباء انه هيتم خصم كل الفلوس دي على مراحل بالنسبه لفلوس كهرباء اللي المفروض ياخدها بعقده من النادي الاهلي. طيب في حاجة تانية او في يعني ايه اقتراح تاني، ان الاهلي يدفع نص الفلوس مع كهربا ويساهم معاه علشان العجلة تمشي والدنيا تمشي، وكهربا ايه يكمل من معاه، وبرده الفلوس تنخصم من كهربا بعد كده. ففي الحالتين الاهلي دلوقتي عاوز كهربا ان هو يكمل معاه او هو اللي يكون موجود في الفترة اللي جاية بالنسبه ليه كهربا. اما الصفقه الافريقيه بالنسبه للاهلي فموليكا، من يومين قلت لك ان الاهلي قدم عرض لباشتكاش التركي علشان يجيب موليكا بنيه الاعاره او بنيه البيع، اعاره 6 شهور بنيه البيع، ولكن قلت لك الكلام ده ما ينفعش. وفعلا باشتكاش بعت الجواب او بعتت SMS بالنسبه لمجلس اداره الاهلي، قالت لهم موليكا سعره كذا، تمام مش تمام. ولكن الاهلي توصل تاني مع نادي باشتكاش ان قال لهم تمام هنشتري موليكا ولكن عاوزين نبدا نتفاوض. يعني ايه نتفاوض؟ يعني ان انا مثلا مش هشتريه بالمبلغ اللي بتقول لي عليه 6 مليون دولار او المبلغ الكبير ده، ولكن نبدا ان احنا ننزل المبلغ شويه، خاصه ان في رفع في الاسعار بعد غلاء الدولار. فالاهلي دلوقتي مع موليكا، وموليكا في الصوره بالنسبه للاهلي. اما الناحيه الثانيه في الزمالك وصفقات الزمالك اللي الحقيقه محدش عارف عنها اي حاجه، ولا عارف مين هيجي ولا مين مش هيجي. ولكن الزمالك او مرتضى منصور قال ان في صفقتين جايين للزمالك، ولكن انا بقول لك ان ممكن يكون من الصفقتين دول تلاقي شبانه اللي هيرجع احاره من سموحه، فمرتضى حاسبها يعني صفقه، ودي هتبقى مشكله كبيره جدا لان الزمالك فعلا محتاج تدعيم ومحتاج لعيبه. ولكن زي ما قلت لك ان الزمالك بيقدم ازمه او بيقدم مستويات سيئه في كل الالعاب، قدم سله طايره في كل الالعاب الحقيقه، ويد كمان بعد خسارته افريقيا بطوله افريقيا وخسارته البطوله العربيه وما راحش كاس عالم الانديه مع الاهلي. اما الناحيه الثانيه فالاهلي بيطور من الالعاب، سواء سله اللي بقى قوي جدا، سواء طايره اللي كمان بيكسب الزمالك رايح جاي، سواء يد وبدا يطور ويجيب لعيبه محترفين، او في القدم دلوقتي اللي بدا يدعم بشكل قوي قبل كاس العالم
للانديه. بكده خلصنا عظمه النهارده وحلقه النهارده، واستنوني بكره في حلقه هتكون ان شاء الله مهمه، هنتكلم فيها عن تفاصيل القمه وما قبل القمه معايا. مبقاش وصلت لحد اخر الفيديو وما تنزلش تخبط اللايك، ولو اول مره تشوفني فانزل اعمل سبسكرايب او اشتراك من العلامه الحمراء اللي تحت عشان تتابع كل عظمه اول باول. سلام.